الخوت السلام عليكم. نهايه موقع تيمو قربت، خل الموقع يلا بدا وانتشر بزاف في المغرب. غنعطيكم اخبار حصريه على مشكل كبير طاري الموقع تيمو في المغرب، وغادي نعطيكم اخبار زوينه على موقع علي اكسبريس اللي كنا كنتسناوها من شحال هادي. معكم محمد عاشور، فيديو جديد على بركه الله. ملي بدينا كنشريو من موقع تيمو طلبيات كيخرجوا دغيا من الديوانه ودغيا كيوصلوا للمغرب، وكندوي معكم عن تجربه شخصيه فاش شريت اول مره من تيمو باش درت الفيديو السابق. يعني دغيا خرجت من الديوانه دغيا نزلت في المغرب، ما بقاتش في الطياره بزاف مقارنه مع علي اكسبريس. هادشي باش عجب بزاف الناس اللي كيكومونديو منه. ولكن مؤخرا كلشي لاحظ واحد المشكل، على ان الطلبيه ديال تيمو تعطلوا بزاف في الديوانه، وكاين اللي اكثر من 23 يوم وباقي ما تزازعاتش، باقي تحت التخليص الجمركي. وكلشي كيسول في الجروبات، وانا شخصيا كيجوني ميساجات شوف لينا المشكل علاش تيمو ولا كيتعطل في الديوانه. انا نقول لكم تيمو كيصيفط مع شركه التوصيل. اولا سبيداف كلكم عارفينها كتجيب الاخلاص. ثانيا ارامكس قليل اللي عارفها حتى هي بالاخلاص. علاش ارامكس بالضبط ما عرفناش، فسولنا الدعم ديال تيمو كيقول لك على حساب المنتوج. كيفاش على حساب المنتوج؟ فالجواب كيبقى ضبابي، ما مفهومش علاش فرقوا ما بين سبيداف وارامكس. وكاينه شركه ثالثه اللي هي كرونو ديلي، اللي يا اما الناس ما ردوش لها البال او ما عارفيناش ديالاش. كرونو ديلي هي خاصه بالبوسطه، يعني منتجات تقدر تصيفط مع البوسطه. غتقول لي فين كاين المشكل؟ المشكل كاملين عارفينه، ان الكوليات ديال البوسطه كيتخلص عليهم 100%. لحد الان اي حاجه شريتها وجاتك مع البوسطه من شي موقع الكتروني خارج المغرب، فبريد المغرب كيطلب منك تخلص 32 درهم وانت طالع على حسب ثمن المنتوج. هما كيقولوا راه ديوانه، ولكن كاين اللي كيقول راه توصيل، لان الديوانه داخله في ثمن المنتج. دوزو نشوفوا الدليل في الفيديو ونرجعوا نعطيكم واحد الدليل صادم اكثر من هذا، وخبر اللي يقدر ما يعجبش بزاف الناس اللي كيشريو من موقع تيمو. غنتاكدوا غندخلوا الموقع تيمي وغنمشيو لاي منتج غيبان لينا. شوفوا هاد الشكاره العجيبه اللي كتباع هادي، شوف 154 درهم في علي اكسبريس، راه دايره غير 80 درهم في عرض 3. فاش غنهبطوا لشركه التوصيل غنوريكم على الشحن المجاني لجميع الطلبات. هنا كاينه سبيداف، كاينه ارامكس، كاينه كرونو دايلي، وكاينه هاد كولي بريفي. باقي ما فهمتش هادي واش شركه ولا شي ميثود جديده. فوالا حنا شنو غنديروا باش نتاكدوا؟ فاش غندخلوا لجوجل غنكتبوا كرونو دايلي وغنوريكم على الموقع كرونوديلي.ma وغنلقاوها هي. فوالا المفاجأة هي مجموعة بريد المغرب، يعني البوسطة. وكيف ما عارفين حنا بأن بريد المغرب حاليا كيتخلص على أي كولية غير ليفريل. الخبر هو هاد الصور الحصريه اللي وصلتني من عند موظف او ساعي البريد من بريد المغرب. هذا ستوك خاص ديال تيمو، يعني منتجات كامله ديال تيمو اللي دخلات البريد المغرب وباقا ما تفرقاتش. علاش؟ حيت بريد المغرب عنده ستوك كبير ديال علي اكسبريس باقي ما فرقوش، يعني خصو يخرج ستوك الاول ديال علي اكسبريس اللي كلهم فيهم خلاص. طبيعه الحال شيء عادي، حيت كاين الناس باقي ما عارفينش كيكومونديو من خارج تشويس اللي هي تكون جايه مع البريد وبالخلاص. عاد باش غيبدا يتفرق الستوك الثاني كما شفتوا في التصاور ديال تيمو 100%، او نقولوا حنا 95% راه غيكون فيها خلاص، حاجه طبيعيه. فالساعي البريد اللي صيفط لي هاد المعلومات في الميل، اول حاجه ما بغى سميتو تذكر، ثاني حاجه قال لي بانه كاينه معلومات على ان تيمو في المغرب باغي يستقر. كيفاش يستقر؟ ماشي يستقر وانا قلت لكم راه نهايه تيمو في المغرب، يعني دخل المنتجات ديالو بحال جوميا تولي تاخذهم من المغرب، ما كاين لا ديوانه لا والو، ولكن الثمن غيولي طالع بزاف. لان مثلا فليزيات بلوتوث اللي كناخذو ب 80 درهم في علي اكسبريس في جوميا كاين 150 درهم، يعني غتولي تخلص الطوبل ديال داك البرودوي. خبر غير مؤكد. والسبب الثالث اللي صيفط لي فيه هذا ساعي البريد الميل هو مشكل ديال كليان. فاش كتجي شي حاجه مع البريد بقاو يعيروا في الفاكتور واخا هو ما داير والو وما عليه والو، بغى يوصل رسالته من خلال قناتي مشكور على انه هادشي كبار منه، هادشي ديال المسؤولين ولا ديال الحكومه هي اللي فرض هذا القرار ولا ما عرفناش ديال من. ولكن داك الفاكتور مسكين هو مستخدم، كيعطيوه الكوليه كيكتبوا لي شحال غيخص يخلص الكليان اللي غياخذها، ونبينا عليه السلام. عجبك الحال كتخلص، ما عجبكش كتقول ليه ردا وكتفتح نزاع في علي اكسبريس ولا في اي موقع اخر. فهي غير مساله وقت فاش غيبداو يتفرقوا الكوليات ديال تيمو عن طريق بريد المغرب. ديك الساعه غنشوفوا بعينينا وغنتاكدوا 100% واش غيكون الخلاص واش ما غيكونش. زائد واحد القرار اتخذوا موقع تيمو وانا متاكد انه عنده علاقه بالديوانه. كنت قلت لكم في الفيديو السابق الا بغيتي دوز كوموند على الاقل خاصك تجمع 100 150 درهم 200 درهم حسب كل واحد، وكاين اللي كيديروا معاه مزيان كيعطيو 100 درهم، يعني ما بيهاش تجمع كوموند فيها 100 درهم وتدفع. دابا في هذه السيمانه الاخرى ولا تيمو خاصك تجمع كوموند بقيمه 250 درهم
درهم باش تقدر تدفعها، وهذا الشيء ماشي معقول. علاش قلنا هذا هو لافونتاج ديال علي اكسبريس، كتدفع كوموند واخا فيها حتى 1000 ريال كتجيك بلا ديوانه حتى لباب الدار. داك الشيء علاش غنتقلوا من تيمو لعلي اكسبريس. وغنقول لكم خبر جديد وزوين بزاف علي اكسبريس، لا مجال للمقارنه. الناس في الفيديو السابق 90% شكروا لي علي اكسبريس وقالوا لي راه احسن من تيمو. واحد 3 ولا 4 لي كومونتير قال لك انت عندك تحيز لعلي اكسبريس. اجي دوي معايا في الواقع. الشكاره اللي وريتك تيمو 154 درهم وفي علي اكسبريس غير ب 70 درهم. تقدر تشري بياسه ب 30 درهم وتوصلك بلا ما تحتاج تجمع كوموند فيها 250 درهم. الجوده بزاف د الحوايج كاينين في علي اكسبريس وما كاينينش في تيمو. وندخل قارن بيناتهم، تيليشارجيهم، ما تسمعش غير هضرتي انا بوحدي. في علي اكسبريس دار واحد السياسه جديده باش ينافس موقع تيمو. بزاف المنتجات كانت غاليه، لو بغيت تشريها بوحدها ماشيش قادر تشريها. اش داروا؟ واحد العرض مفضل عندنا حنا المغاربه هو عرض 3 اللي كتجمع فيه من 3 حتى ل 10 طلبيات، كيجيوك مجموعين بلا ديوانه 100%. علي اكسبريس البارح كندوي لكم على 20 ماي، انا ما عرفتش متى نحط هذا الفيديو. المهم في 20 ماي كنتفاجئوا دخلوا لنا هذا الكاسك بلوتوث، دخلوا لنا سبرديلات اللي ما كانوش في عرض 3، دخلوا لنا ساعه كولمي اللي عزيز على المغاربه وكيكومونديوها بزاف، دخلوا لنا بزاف البرودويات اللي كنا باغينهم في عرض 3. وباقي طامعين في شي برودويات اخرين بحال هاد الزيبلايز اللي عندي، هذه اكثر مكانه كيشريوها المغاربه. بغينا شنو يدخلوها حتى هي في عرض 3 وشي منتجات زوينين. هاد لافونتاج ولا في عرض 3 خطير. غنخلي لكم ليان ديال التليجرام وقناه واتساب اللي فيهم جميع العروض اللي كيجيو بلا ديوانه. كيجي شي خبر، شي معلومه، شي تحذير، راه كنكتبوا لكم انا الاول في مواقع التواصل، سواء في جروباتي في فيسبوك او واتساب او لا تيليجرام. دابا غندوزو نشوفوا عرض 3 والتغيير اللي طرا فيه. 3 انا راه غندخل ليه من التليجرام ديالي عاشور اكسبريس دي بي، كنحط فيه جميع المنتجات اللي كيجيو بلا ديوانه. غير دخل انت اي حاجه بغيت تشريها، كنحط الجديد معلومات ونصائح. فاش غنمشيو للرابط ديال التليجرام راه غنحطو في صندوق الوصف وفي التعليق الاول يبانكلي. غنمشيو لعرض 3. هذه ما كانتش في العرض 3، هذا 109 درهم في عرض 3. ساعه ديال كولمي العجيبه، كولمي ماركه واعره. فاش غنطابيوها وغنبغيو نشوفوا الثمن ديالها خارج عرض 3، شوف 195 درهم الثمن ديالها. لو بغيتي تشريها بوحدها هذا هو الفرق ما بين عرض 3 والعرض العادي. وبزاف المنتجات هذه اللي وريتكم في موقع تيمي ب 154 تيمو، كنساو كنقول لي تيمي 154 درهم، هي غير ب 70 درهم في عرض 3. يعني راه ما تحتاج لا تسول اين شركه، كلهم كيجيو مع سبيداف حتى لباب الدار والديوانه فابور. مثلا هذا الكاسك لونوفو راه كان 300 درهم بوحدو، دابا راه داروا لي غير 129 درهم. هاد لا مارك ديال لونوفو واعره. المهم عرض 3 بالزوين راه فيه كل شيء، سبرديلات، ليزيات، اي حاجه طيح لك على دماغك. وكتجمع كوموند ما بين 3 حتى ل 10 كيجيك بلا ديوانه. هذه حتى هي واعره مطلوبه، هذه راه شراوها المغاربه بزاف، كانت وصلت حتى ل 270 درهم. بالنسبه لي غيشري اول مره راه كيعطيوك تشري غير 3 ب 1000 ريال كتخفيض، ولكن ان فوا كدير كوموند الطابعه الحراريه. انا كنت خديتها 120 درهم بوحدها ايامات قبل ما يتزاد الثمن، فاش زاد الثمن ولات 240 درهم طابعه حراريه. راه كنت درت لكم فيديو عليها في تيك توك وفي الريلز في الفيسبوك. حتى هي واعره ب 89 درهم. كدير اضيف الى مختاراتي، كتجمع كوموند ما بين 3 و 10، دوز طلبيه ديالك كيجيوك مسوقرين. هذا دخلوا السبرديلات. عمرنا كنا كنحلموا بالسبرديلات يكونوا في عرض 3. وهنا كاين الكاتيجوري الا بغيتي تقلب ديريكت مثلا تمشي الاجهزه المنزليه باش تعرف تقلب ديريكت في الفئات، اولا تمشي تقنيات اكثر بلاصه كيشريو منها المغاربه في هذاك الشيء ديال الالكترونيك اللي كيتحتاج بزاف. من اكثر الساعات وافضل الساعات على اكسبريس في عرض 3 هي الزيبلايز. يعني كاين فيه ما يدار حتى سوالك سوالا بغيتي تعاود فيه البيع، غير ما تكثرش بزاف الحاجات من منتج واحد. مثلا تاخذ 5 ليزيات لونوفو فالديوان تقدر تعيق باغي تعاود فيهم البيع وتشدهم لك. انا شخصيا كنتقدى بزاف من علي اكسبريس، عمر ما طرا ليا شي مشكل الحمد لله. لان هذا العرض ديال 3 حنا كنقولوا ليه عرض 3 حيت كتختار 3 حتى ل 10. ملي كنتي غتشري اول مره كيعطيك تاخذ غير 3 تخفيض 1000 ريال. مرحبا بارائكم واستفساراتكم. انا هنا راه الاشاره، اي حاجه كتبوها لي في التعليق. سمحوا لي ما كنقدرش نجاوب على اسئلتكم كامله لان الكومونتيرات بزاف. دخلوا عندي الجروب فيسبوك سولوا تما كنجاوبكم انا ولا الدراري، كنستافدوا من بعضياتنا. كان معكم محمد عاشور فيديو جديد على بركه الله.